السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من كوره بودكاست على سبري سبورت. هنتكلم عن ماتشات كاس ملك اسبانيا اللي اتحسم، اللي خلاص النهائي بقى ما بين ريال مدريد وبرشلونه وريال مدريد. كلاسيكو من كلاسيكيات، كلاسيكو الارض، كلاسيكو العالم، كلاسيكو اسبانيا. ده ماتش قوي جدا، والماتش ده احنا على موعد مع نهائي قوي جدا جدا من كاس ملك اسبانيا. اتكلم طبعا على الماتشات. ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد اللي برشلونه قدرت تكسب في ملعب متروبوليتانو، ملعب اتلتيكو مدريد 1-0، وقدرت تصعد للنهائي. والماتش ما كانش سهل جدا، والماتش حصلت فيه خطط من المدربين. طبعا في البدايه دييجو سيميوني برغم المواسم الكتيرة مع اتلتيكو مدريد والتألق مع اتلتيكو مدريد والظهور بالزي الموحد اللي هو بيظهر اوتفيت بلاك، بدلة سودا وكده، غير لأول مرة اللي هو يلعب لابس ترنج وفاتح. فجينا اللي هو مغير الاوتفيت بتاعه. طبعا الخطة بتاعته كان هو بيلعب بالخطة بتاعته المعتادة، اللي هو مقفل، بيلعب زون ديفينس، بيلعب على الهجمات المرتدة وبيضغط. برشلونة على الجانب الآخر بقيادة هانز فيليك قدر اللي هو الخطة بتاعته اعتمد على يمين يامال وبدري في الاستحواذ على الكورة ونقل الهجمة، ويلعب المهاجم الاحتياطي اللي هو فران توريس. طبعا رافينيا كان مريح الماتشات اللي فاتت، لعبوا الماتش ده. بس رافينيا في بداية الماتش، هم طبعا اتلتيكو مدريد النجم، برشلونة النجم الموسم ده حاليا في اغلب الماتشات، وكان رافينيا، فكان بقى ضغطوا على رافينيا، يعني ايه، مفيش كورة توصل لرافينيا بالصورة الكاملة. وطبعا رافينيا ضغط عليه ودخل، كانت فيه تدخلات عنيفة في بداية الماتش، فهدت من رافينيا اختفى طول الماتش. بس ده كان في صالح فران توريس اللي هو قدر يظهر، كان اللي هو المهاجم الاحتياطي، وكان حط ليفاندوفسكي بديل للشوط الثاني، ولعب بفران توريس في الفريق الاساسي. هو قدر اللي هو يعتمد على بدري زي ما احنا ويمين يامال في الاستحواذ على الكوره ونقل الهجمات والهجمه المرتده. طبعا يمين يامال مقدم موسم محترم جدا مع برشلونه، نجم صاعد في اسبانيا ونجم برشلونه. قدر اللي هو يعمل اسيست في الشوط الاولاني لفران توريس، كره روعه جدا، وفران توريس سجل الهدف الاول الشوط الاولاني. ضلنا على الهدف ده، دخلنا على الشوط الثاني، اتلتيكو بدات تضغط جدا جدا، وبرشلونه قدرت يعني ايه، بدات بدنيا تتعب شويه من ضغط الماتشات. كانت اتلتيكو ضغطه طول الشوط الثاني، فبرشلونه قدرت طبعا باستحواذ اللعيبه اللي عندها، عندك بدري وعندك ديونج وعندك يمين يامال وشويه رافينيا، فقدروا ان هم يعني ايه، يمتصوا غضب والضغط بتاع اتلتيكو مدريد وجماهير اتلتيكو مدريد في الملعب بتاعهم، وقدروا ان هم يطلعوا بالماتش بسلامه، ان هم 1-0 يفوزوا 1-0 ويتاهلوا للنهائي ضد ريال مدريد. طبعا ده مش صدفه، الماتش الذهاب كان 4-4، وبعد كده لعبوا في ماتش في الدوري على ملعب اتلتيكو مدريد، برشلونه قدرت تعمل ريمونتادا 4-2 وقدرت تفوز، وبرشلونه في الماتش ده برضه على ملعب اتلتيكو مدريد قدرت تفوز 1-0. والماتش شهد تألق طبعا للحارس تشيزني، وبرغم الكور ما كانش فيه كور كتيره، والدفاع طبعا في هانز فيليك عامل بعد في الشوط الثاني، في نص الشوط الثاني نزل، طبعا عامل تبديلات دفاعيه لحد ما نزل اراوخو وقادر يقفل، نزل ايريك جارسيا برضو، فكان عايز يقفل شويه الماتش، لان الماتش انت 1-0 وهي اتلتيكو لو اتعادلت هي اللي هتصعد. الماتش ما كانش سهل، بس قدر يتفوق على نفسه وقدر يخوض المباراة إلى السلام ويوصل للنهائي. وده هانز فيليك، وعامل أداء روعة جدا. على الجانب الآخر ريال مدريد اللي كان كسبان ريال سوسيداد 1-0 في الذهاب خارج أرضه، أما ريال مدريد في ملعبه كان خسران من ريال سوسيداد 3-1 في الشوط الأولاني. قلنا الماتش خلاص كده ريال سوسيداد بتقرب لا تصعد. الماتش اتقلب الشوط الثاني وقدروا يتعادلوا 3-3، وديفيد ألابا سجل هدف في نفسه بأربعة. بعد كده ريال مدريد اتعادل ب4-4، والماتش انتهى 4-4 في ماتش غريب جدا وموسم غريب جدا لريال مدريد. مش فجأة طبعا اللي ده يحصل، بقاله كذا موسم مفيش أداء ثابت ومفيش خطة أصلا بيلعبوا بيها، وأنشيلوتي ملهوش دور مع الفريق. أنا شايف كده ملهوش دور، هو ماشي ببركة الساحر اللي ماشي معاه في كل ماتشاته. فأداء غريب جدا، وهو قدروا يعملوا ماتش غريب جدا، محدش كان يتوقع النتيجة دي تحصل ولا أي حاجة، ولا الأداء الغريب ده يحصل. بس ريال مدريد السنه دي اداء غريب جدا. هو مش السنه دي بس، برضه الفرقه يعني ايه، بالذات اخر 4 سنين الفريق بيكسب بدون اداء، بدون اي حاجه، ما بيعملش حاجه اصلا، فايز كده ماشيه معاه حلاوه. ده مش انا مش عشان برشلونه، ده يعني اغلب حتى مشجعين ريال مدريد كارهين انشيلوتي وكارهين الفريق اللي هو ما بيقدمش اداء حتى. يعني انت بتكسب غير مقنع، انت لو خسرت مش هيتفاجئوا ان ده اصلا ما عملتش حاجه. اداء غريب جدا من ريال مدريد، وقدر يوصل
يوصل للنهائي رغم الحاجات اللي حصلت، ووصل بقى النهائي ما بين برشلونة وريال مدريد. نهائي كاس ملك اسبانيا هيبقى ما بين برشلونة وريال مدريد، هيتلعب يوم 26 ابريل 26/4 من نفس الشهر، من الشهر ده. كان كل حاجة عن الماتشين. والماتشين يعني ايه الشبه ما بينهم اللي الذهاب في ماتش برشلونة كان 4-4، العودة برشلونة قدرت تفوز 1-0 خارج ملعبها وقدرت تصعد للنهائي. ريال مدريد كان فايز خارج ارضه في الذهاب 1-0، قدر يتعادل على ارضه 4-4. فالماتشين ده التشابه ما بين الماتشين. بس برغم اداء برشلونه احسن من ريال مدريد على مدار الموسم، سواء في البطوله الاسبانيه، الدوري المحلي، دوري اسباني، الكاس، ودوري ابطال اوروبا، هو افضل من بدايه الموسم. طبعا نشوف النهائي مين اللي هيكسب ومين اللي هيلعب، والتوفيق لبرشلونه طبعا، الفريق المفضل. فده كان ماتش برشلونه، وهانز فيليك بيقدم اداء محترم جدا حتى الان، وموسم بينافس على ال3 بطولات. فبالتوفيق ان شاء الله يفوز بالبطولات كلها الموسم ده ويحقق السداسيه ان شاء الله. ده طبعا كان كاس ملك اسبانيا. وهنرجع بقى للدوري الانجليزي اللي شهد الرجوع. والدوري الانجليزي رجع بتألق عمر مرموش في اخر جولتين مع مانشستر سيتي، بيسجل في اخر ماتشين، كل ماتش بيسجل هدف. والفريق ابتدى يتحسن الى حد ما، وبقى في المركز الرابع وبينافس رغم الفرق 6 نقط بس. لسه في الملعب فاضل 8 ماتشات على نهاية الدوري الانجليزي. وليفربول قدر يفوز في الماتش في الاخير بتاعه 1-0 هدف ديوجو كوتا. وظهرت تقارير بعد الماتش ان محمد صلاح بيقترب من التجديد مع ليفربول لمدة موسمين، وهو كان بيصور حاجة تقريبا اعلان مع ليفربول. تقريبا ده الناس في تقارير اللي هو يا اما اعلان لرعاة للنادي، يا اما اعلان للتجديد الجديد لمدة موسمين مع ليفربول. فلسه هنشوف، وده حاجة كويسة جدا اللي هو يستمر في ليفربول مدة موسمين او اكتر. حاجة كويسة لمحمد صلاح، وده اللي كنا عايزين نتكلم عنه في الفترة اللي فاتت. طبعا ابرز ماتشات الدوري الانجليزي الاسبوع الجاي هيبقى ماتش ديربي مانشستر ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم الحد الساعة 5:30. طبعا الاسبوع الجاي هيشهد رجوع دوري ابطال اوروبا والمنافسات على دوري ابطال اوروبا ودور ربع النهائي. هو بقى الماتشات عندنا الثلاث والاربع. الثلاث هيبقى عندنا بايرن ميونخ هيلاعب انتر الساعة 9، وعندنا ارسنال وريال مدريد الساعة 9 برضه في نفس اليوم. يوم الاربع عندنا برشلونة وبروسيا الساعة 9، وعندنا باريس سان جيرمان واستون فيلا الساعة 9. دي كل حاجة عن دوري ابطال اوروبا وعن الاسبوع الجاي. فلو عجبك الحلقة ما تنساش اللايك والشير، واكتب لنا في الكومنتات تتوقع مين هيفوز بدوري ابطال اوروبا السنة دي، اللي هو هيتلعب النهائي في ملعب اليانز ارينا في بايرن ميونخ. وتوقع لنا برضو مين الفائز ما بين برشلونة والريال في نهائي كاس ملك اسبانيا. كل حاجة. بس لو عجبتكم الحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعنا على كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم في حلقة جديدة من كورة بودكاست سبري سبورت. سلام.